يا بنت حرام عليكي، يا بنت حرام عليكي، تعبتيني. انت ما بتسمعيش كلامي ليه؟ انا خايف عليكي. وبعدين انا كم مره قلت لك ما عدتش تخرجي الشارع الا لما تحط حاجه على شعرك، تلبسي طرحتك. ما تسمعيش كلامي ليه؟ ولما اجي اكلمك تقولي صاحباتي كلهم بينزلوا كده وبيخرجوا كده. يا بنتي ما ينفعش، تعالي لي هنا. تعالي. ايوه تعالي. تعالي. انا كم مره قلت لك يا اميره الكلام ده؟ مش انا قلت لك يا اميره ان الدنيا اتغيرت والناس ما عادتش زي زمان؟ وبعدين يا اميره انت عنوان البيت، يعني لما تخرجوا الناس تبص عليك هتعرف ان البيت ده فيه راجل محترم ولا فيه راجل يعني ملوش لازمه. انا يا اميره لو عشتلك النهارده مش هعيش لك بكره، وما تلاقيش حد في الدنيا دي كلها يخاف عليك ابدا. فعشان خاطري يا بنتي ما تزعلنيش، انا راجل كبير. اما تخرجي تحط الطرحه على دماغك، حتى ان شاء الله يعني تحافظي على الايه، على البياض كده والجمال اللي في وشك ده. استني. الله، شايفه كده بقى هتزودك جمال مش هتقلل من جمالك. بص كده في المرايه، ما شاء الله عليك.